ونعمل وكيل فيه. رحنا عشان نشوف الخبر سليم ولا ايه، لقينا مكتف ايديه ورجليه وضربها بالحجر على صدغيه. عايز عدل ربنا يمشي، عايز عدل ربنا يطبق على الكل. مفيش حاجه هتقدر تعوضنا الا ان نقتل ونشنك في ميدان عام. عشان 20 سنة شفت ما قعدتش 3 والله. التليفون ضرب وقالوا لنا بدكم متوفيين، ما صدقناش. جايز جم ناس من قرايبهم من هنا بلغونا بالتليفونات، سألنا ناس قرايبنا هنا قالوا يا بنتكم احنا عرفنا انه انضرب وجوزها قتلها في المزرعة. رحنا عشان نشوف الخبر سليم ولا ايه، لقينا مكتف ايديه ورجليه وضربها بالحجر على صدغيه، قال عينيه وساقط عظمة دماغها في نافوخها وغرقانة في دمي، والدم ناشف على وشها وعلى جسمي من الساعة 8 الصبح لحد 3 العصر. جي لقينا هناك المركز والشرطة والدنيا مقلوبة والإسعاف، خدوها وراحوا بها في الدسوق ومن مستشفى الدسوق لكفر الشيخ لنا يوم بنجروا بيه. وانا ما بطلبش الا بحق بنتي ومانيش عامله عزا لبنتي ولا معزي ولا واخده عزا فيه الا ما تحكموني وتاخد حقي. هي بتعاني منه، كان معاملته كلها معاه سيئة وما كانش عايشة معاه عشان خاطر عيالها. بقول لها يا بنت سيبيه بعيد عني. قالت له أنا عايز أكمل مع عيالي. قالت لي أنا عايز أكمل مع عيالي، معايا 3 صبيان عايز أكمل، عايز أربيهم، عايز أعمل أسرة، أربي أسرة، عايز أطلع حاجة مني تطلع تنفعني في المجتمع. ناس من جيرانهم وأشوارهم من البلاد هناك منهم وأجرهم من البلد قالوا لي بنتك جوزها ضربها في المزرعة. أنا ما كنتش مصدق، أنا مش مصدق. كانت متدمرة بس كان مكتف ايديه ومكتفة من رجليه وضربها بالبلوكة على دماغها ومطلع جنب عينيها اليمين الشمال برا ومدمر دماغها كله. دماغها كله مدغدغ ورماها على الأرضية. ما وقتلها من الساعة 8 لحد الساعة 3 بالليل العصر، قتلها لحد العصر وأنا عايزة العدالة العبية. أيوة ما فيش بعد منها حاجة ولا فيش حاجة في الدنيا تقدر تعوضنا، ما فيش حاجة هتقدر تعوضنا الا ان نقتل ونشنك في ميدان عام عشان يكون عبرة لكل امثاله. حضرتك عبلة من ساعة ما راحت هناك شباس الملح وعشرة أحمد ما شافتش أي يوم عدل ولا يوم زي الناس. كنا بنقول علشان عيالها ومش عارف إيه، وكنا نقعدها وكانت بتقول ده أنا عايزة عيالي وأربي عيالي. فحضرتك من قيمة 20 يوم كانت غضبانة وجت لما راحت هناك علشان برضه تشوف عيالها وتربي عيالها وتقعد في بيتها وتعمر في بيتها ماشي، وتشوف طلبات جوزها ايه تعملها له. جه خدها الساعة 7 الصبح كتفها
وشنكها وخبطها بقلب الطوب في دماغها. وحضرتك احنا ما بنعرفش الا الساعه 2 3 العصر، واحنا مش عايزين اكتر من حجها. حضرتك انا مش هعمل عزا لاختي الا لما يجي حجها، احنا مش عايزين اكتر من كده. لما يجي حج اختي انا اعمل عزا. طبعا زي ما انت شايف ان الحاله كلها كأن مفيش عزا ولا كأن بنتنا ماتت، لان طبعا ما حدش، احنا مش هنعمله عزا اصلا، ولا هم الاسره رفضت تعمل عزا من غير حق بنتهم. بالبلدي كده احنا طبعا بنتدخل بالاصلاح بين الناس. مراتك مش عاجباك طلقها، انت مش عارف ترتاح معاها طلقها. انما احنا كعرف وكناس دي جت غضبانه اكثر من مره، اهلها روحوها اكثر من مره وراحت، معناه ان الناس شارياك. انت شايف ما انتش مرتاح سيبها، انما تكتف ايديها وتكتف رجليها وتكسر دماغها وتطلع عينيها بره، لا ده شغل يهود، لازم ياخد اعدام، مالوش اي شفاعه عندنا خالص. ولو جاب محامين الارض والسماء، محامي السماء الله فقط لعله وخير، وهو عارف مفيش اي دليل ولا اي سبب يؤدي لنقتل النفس بالنفس. قتل النفس بالنفس العمد، لان ما كانتش بتتعارك معاه، مش هنقول خناقه، ده قتل نفس عمد، لابد من القضاء العادل والقصاص العادل، اعدام ليه فقط لا غير. مشاهدينا الكرام ومشاهدي موقع بوابة كفر الشيخ الإخبارية، طبعا زي ما انتم حضراتكم شفتوا دلوقتي المأساة والمعاناة اللي كانت بتعيشها عبلة كامل الخولي، سيدة في منتصف العقد الثاني من عمرها. أهالي شمس الملح مركز سوق صحيوا تاني يوم على قتلها، جريمة قتل بشعة. الزوج استدرجها للمزرعة الأجنام الخاصة به في عزبة كائنة ما بين قرية شمس الملح وقرية الإبراهيمية. أسرتها تلقوا الخبر، تعالوا بنتكم جوزها قتلها ازاي؟ زي ما انتم سمعتوا، استدرجها في المزرعة، كتفها بالإحبال وضربها بقطعة حجر. زي ما قلنا لحضراتكم اللي التفاصيل الكاملة كلها مع خلال هذه اللقاءات مع أسرة عبلة. إسلام عمار، بوابة كفر الشيخ الإخبارية.